صامبو في الموسم اللي فات عرف انتقادات كثيرة في الفترة ديالو مع النفطي، ولكن مع قدوم غاريدو شهدنا تطور كبير لمستوى المهاجم السنغالي. حيت مع غاريدو معروف بأسلوب اللعب المباشر واللي منه كيكونوا فرص العرضيات المربع كثيرة، والاستفادة منهم كيكونوا بالأخص المهاجم الصندوق اللي هو صامبو، واللي كيترجمهم من الرأسيات، الشيء اللي خلانا نشوف انفجار تهديفي كبير اللاعب مع أسلوب غاريدو. لكن مباشرة بعد إقالة غاريدو بسبب ضياع نقاط البطولة والتأهل الصعيب للنصف النهائي للشامبيونز ليغ وقدوم سفين فاندنبروك، طاح المستوى ديال صامبو، حيت سفين ما كيعتمدش اللعب المباشر كاستراتيجية عكس غاريدو. ورجعنا عاوتاني نشوفوا نسخة صامبو القديمة مع النفطي، وهذا الهبوط في المستوى أثر على الفريق هجوميا في مسار البطولة وحتى الشامبيونز ليغ. معدل 0 هدف من أصل 4 ماتشات في الشامبيونز ليغ، لا لي روتور ديال النصف وديال النهائي كونتر الاهلي. الوداد هذا الموسم مع عادل رمزي في اول ماتش ليه في كاس بن سلمان، وعملا بقاعده النموذج الناجح اللي شفناه مع وليد الركراكي في موسم 2022 فاش توج النادي بثنائيه البطوله والشامبيونز ليغ اللي اعتمد فيها الركراكي على المهاجم الجناح عكس المهاجم الصندوق، واللي خلاتنا نشوفوا نسخه خرافيه من زهير المترجي ومبينزا. عادل رمزي عملا بنفس المبدا، لعب بحتيمي وبوسفيان كلاعبي هجوم متوازي كيتمركزوا في منطقه الهاف سبيس اللي كتكون بين الكولوار والكاري الصغير من كاري دي زويت. وفي كل بناء هجومي من الوداد كونتر السد كنا كنشوفوهم كيلعبوا اون باراليل في البناء ديالهم للهجمه، وهذه الثنائيه خلاتنا نشوفوا محاولات تهديفيه لولا الاهدار الارعن من بوسفيان من التمريره اللي جاتو للحتيمي. اما عند صامبو اعتمد عليه عادل رمزي كخيار هجومي ثانوي، يعني غير دوزيام شوا في الشيما اوفونسيف ديال المدرب. وهذه رساله واضحه للاداره التقنيه بان عادل رمزي ما غاديش يعتمد على صامبو كخيار اساسي في الهجوم، وباللي جا الدور على الاداره التحرك للبحث عن مهاجم كيعرف يحتفظ بالكره ويكون يربط بين الحتيمي وبوسفيان، حيت صامبو ما فيهش هذه الخصائص وسيء بزاف في التقدم للكره والاستثمار بها، وكذلك حتى التسديد بالقدم، وحتى فكره البيع ديالو غتخلي مساحه في نظام الاجانب بالبطوله، غتسهل المأموريه في قدوم مهاجم، وعلاش لا ما يكونش مهاجم اجنبي. ويقدر يكون كذلك الشرقي التعاقد الاخير ديال فريق الوداد الرياضي هو المهاجم المنشود. شكون في نظركم المهاجم اللي خاص يكون في منظومه عادل رمزي الكرويه؟ شاركوا معنا في التعليقات وما تنساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو. شكرا على المتابعه ديالكم، نشوفكم الفيديو الجاي.